السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة ثقافة كروية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ضمن سلسلة فيديوهات خاصة بتقديم لاعبي المنتخب المغربي خلال مونديال قطر 2022. في فيديو اليوم سيكون حديثنا حول الحارس أحمد رضا التقنوتي، الحارس الثالث للمنتخب الوطني وحامي عرين نادي الوداد الرياضي. استدعاء رضا المنتخب جاء بعد موسم استثنائي حيث توج بعصبة الأبطال الإفريقية والدوري المغربي، مما قوى فرص حضوره بالمحفل العالمي على غرار الدورة الماضية بروسيا ومنافسات كأس إفريقيا. فالتقنوتي ليس بغريب عن أجواء النخبة الوطنية، فهو مثلها في مختلف الفئات السنية، ويعتبر حاليا الحارس المعول عليه لخلافة بونو والمحمدي بالنظر لتطوره الملحوظ خلال السنين الأخيرة، وكذلك عامل حدث سنه. كما يعرف الجميع، فرص مشاركة الحارس الثالث جد ضئيلة خلال المنافسات، لكن يكفي التمرن رفقة حارسين كبيرين وعيش جو كأس العالم ينمي طموح اللاعب نحو آفاق أرحب. فيما يخص الخصائص التقنية للتاغنوتي، فهو يتمتع بقامة طويلة، إحدى أساسيات حراسة المرمى، كما له رد فعل سريع خصوصا في الانفرادات، هذا بالإضافة إلى قوته في العرضيات والكرات العالية. لكن ما يعاب على رضا هو تلقيه لأهداف من خارج مربع العمليات، وأيضا عدم تصدي لضربات الجزاء، وضعفه على مستوى اللعب بالرجلين. نتمنى التوفيق لحارسنا التقناوتي خلال منافسة المحفل العالمي. إذا كان هذا كل ما يتعلق بالحارس رضا التقناوتي. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر خاص بلاعب من لاعبي المنتخب المغربي بقطر إن شاء الله. مع السلامة.